اهلا بيكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض الكشري الاصفر وبطاطس صحيه بدون قلي، وسلقت لهم بيض وعملت فلفل بالطماطم عشان نبلع، وعملت لهم عصير. ورمضان خلص، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا جميعا. هنا انا عملت هعمل الكشري. هحط الاول الحله واحط لها معلقه سمنه ومعلقه زيت. والعدس انا بغسله مع الرز عادي زي ما بغسل الرز كده. وبعدين بقى احط العدس اللي هيبقى كشري بقى يعني، بحطه كده بالشكل ده. وبعدين بقى بحط له ملح وكركم وكاري وكمون ورشة كزبرة ناشفة صغيرة. وبحط له بقى المية وبزوده. انا عايزه اقول لكم ان الكركم بيخلي طعمه حلو جدا، ولونه يعني بيديله لون وطعم حلو. وبحط له بقى بزود المية. انا طبعا مش بعاير لان انا خلاص عرفت يعني مع الوقت يعني والزمن، خلاص بقيت عارفة مقدار الرز بالظبط. خلاص وبغطيه، ولما بتشرب بوطي عليه زي الرز بالظبط. هنا بقى البطاطس احنا بقطعها صوابع عادي كأني هحمرها. وبعدين بحط مية على النار اسيبها تغلي. واول ما المية تغلي بحط البطاطس واسيبها بالظبط 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بجيب انا بقى الصينية اللي انا هحطها في الفرن دي، بسخنها عشان هي ألمونيا، اي حاجة ألمونيا بنسخنها الاول. هنا بقى البطاطس بعد ما صفيتها بحط لها ملح وكركم وبابريكا وكمون وكزبرة ناشفة واقلبها بقى فيها. بصوا اي حاجة ألمونيا هتحطي مثلا سمك بطاطس اي حاجة تسخنيها الاول كويس قوي على البوتاجاز، فتحطي بقى الحاجة فيها فما تلزقش. اهو بقلبها بقى، بقلب البهارات والملح كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين بحطها بقى في الصينية اللي انا سخنتها دي عشان البطاطس ما تلزقش، لان انا هحطها ايه في الفرن، بحطها تحت الشواية. بحط بقى ايه البطاطس بالشكل ده، واحط لها 3 معالق زيت، ممكن تخليهم معلقتين. اهو دي معلقة، اتنين، وادي التالتة، وممكن لو انت عايزة معلقتين بس ممكن. وبتروحي بقى ايه مقلبة بقى البطاطس كده في الزيت كويس بالشكل ده. مهم. ممكن بقى تحطي قرنين فلفل كده مع البطاطس بيتشوى بيبقى طعمه حلو. اهو حطيت الفلفل بالشكل ده بس كده. وبحطها بقى تحت الشواية وبتقعد بقى تقلبيها كل شوية. هنا بقى انا هعمل فلفل بطماطم. قطعت انا الفلفل قطع صغيرة وبديها كده تحميرة الاول في الزيت. وبكون مقطعة طماطم بعد ما بطلع الفلفل من الطاسة، واحط الطماطم تتسبك واحط الفلفل وخلاص كده. وبعد ما خلصت ويبقى في الاخر بالشكل ده. وسلقت البيض وحمرته ومخلل وفلفل بطماطم وعصير، واخر روقان. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.